الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. النهارده السبت اجازة العيال، طبعا بس صحيين بدري عشان الدروس وكده. فقلت بما ان الجو هادي وريتاش كانت في الدرس عشان ما يتخانقش هي وحسين ويجولي هنا السمنة تسيح تقع عليهم ولا حاجة. وانت واقفة كده كنت بروق المطبخ، كنت بروق الحوض كده، والحمد لله خلصت مواعيني والسمنة على البوتاجاز بتسيح. طبعا واحنا كنا جايين على الموتوسيكل السمنة كده بقت تقع في الكيسة، والحمد لله ان الشنطة هي اللي اتعوصت، وقعت على الحلة من بره. اللي بقى يسيح بقى يقع على البوتاجاز. هنخلص طبعا سبتها تبرد، هحطها بقى في العلب، والحلة انا عاوزاها. الله خير وقدر الله ما شاء فعل. انا بحب بسيب البرطمانات ديت بتاع النوتيلا بحط فيها السمنة، وفي برطمان تاني للمخلل بكده. الحلة غسلتها لقيت فيها رواسب، كنت بقول هعمل فيها فول نابت. جيت بقى وانا بفضي البرطمان بعد ما خلص لقيت الرخامة بتاعة المطبخ كلها سمنة. بقول من ايه ده، انا يعني مش بوقع حاجة من الحلة. لقيت البرطمان مقطوع من تحت مش باين للأسف، فقدر الله ما شاء فعل. لقيت برطمان التاني كان نضيف وكنت غسلاه، قمت لاحقة السمنة وحطيت فيه على طول. يلا نغسل الحلة، وانا كنت غاسلة هدوم الصبح ونشرة ومش عارفة ايه. طبعا الفوطة اللي انا عملت بها الرخامة حطيتها في الغسالة ومشغليها بقى عشان كلها تبقى سمنة للأسف. قاعدة انقي توم وجايبة البصلة جنبي. اي حاجة والله استدعى عيالي في داهية، يعني اي حاجة تتعوض الا عيالي وتعبهم، ربنا يحفظهم يا رب ويبعد عنهم اي شر واي سوء. هات الفول انا جايباه جاهز من السوق، بس انا قلت لو هم حبوه وكلوه انا هعمله لهم هنا. هجيب فول وانا في بيته انا هنا. انا ما كنتش باكل اي طبيخ ولا اي حاجه، بس انا عاوزه اعود عيالي ان هم ياكلوا كل الطبيخ، عشان طبعا دي حاجه يعني بتجيب لهم ما تاكلوش الطبيخ ده يعني انيميا، يعني ضعف، يعني ده اللي انا بقعد اقوله للرجال. فانا النهارده هنجرب موضوع الفول النابت ده، لو حبوه كلوه هنعمل لهم هنا ان شاء الله. انا عملت بصلايه، عاوزه تعملي بصلتين كبار ماشي. فانا عملت بصلايه وشويه توم كده قطعتهم، واحط بقى حته سمنه واشوحها، وبعد كده الفول واشوحهم برضو، وتكوني مجهزه ميه سخنه، وهتحطي ليمونه في الاخر وطماطمايه. حط انا كده حته سمنه اشوحها بقى. نزلت خليت الغساله نزلت السمنه من الفوط، الحمد لله لحقتها قبل ما تقع كلها. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. اي حاجه فدانا والله، يعني فدانا في سكتنا وطريقنا وفدى العيال، ربنا يحفظهم يا رب. يعني انا اول امبارح طلعت لقيت فرخه ميته، قلت لا قدر الله كان العيال ولا ابوهم ولا انا حصل لنا حاجه، فده حاجه في طريقنا. هسيب البصلايه كده والثوم تشوح. شايفين تشويحه بسيطه خالص. هنزل بقى بالفول النابت معلش. طبعا في ناس بتعمل له دقة ثوم كده، بتهرس ثوم وتقوم حطاه على المية. انا عاملاها تجربة، لو حبوها هنجرب كذا حاجة. شايفين السمنة، بس انا الحمد لله مسحت الحاجة وقعت على العين، يلا خير. دي اللي كانت في الحلة من بره كده بمكان الشنطة برضو، يعني رجرجة المطبات واحنا راكبين المكنة ظبطتنا، اديتها تشويحة حلوة كده. هنزل بقى بمعلقة كزبرة ناشفة، معلقة حلوة كده، وننزل بالمية السخنة. ادينا له تقليبة حلوة مع الكزبرة كده، ننزل بقى بالمية السخنة. غطيناها بس، ولما يستوي ننزل عليه بالفلفل الاسمر والملح والكمون ونص ليمونة. مش هتعصريها، تغسليها وترميها في قلب المية بتاعته. وبألف هنا وشفا. عندنا طبعا رز بشعرية، مش هنعمل اي حاجة بقى الا النابت وبس. هنا الفول بيبقى يريم، فبحوشه كده زي اللحمة بالظبط، بيريم بقوم حيشاه بالمعلقة. وهنا هنعمل البسبوسة اخيرا. قطع الرخامة نص كيلو، هو 3 كوبايات. طبعا عاملاها معاكم قبل كده. بحط لها بسيح سمنة بلدي، هحط نص كوباية عليها وهنشوف مع بعض. بنفس الكوباية اللي انت بتشتغلي بيها بتعملي بيها. حاطة 3 كوبايات سمولينا وكوباية سكر.
دي سمنة بلدي، ما عندكيش عادي سمنة براني، سمنة اللي هي السمنة الصفرا عادي، سمنة اللي هي بتاع الحلويات. على ما السمنة تهدى شوية عشان سخنة، حطيت 2 مج سكر، وللشربات 2 سكر و3 مية وليمونة وفانيليا. بعد ما حطيت السكر حطيت معلقة بيكنج باودر، وهحط معلقة جوز الهند كده، معلقة حلوة. حطيت جوز هند، وعندك معلقة سكر، معلقة عسل نحل ماشي، ما عندك معلقة شربات تقيلة حطي. انا كنت سارقة طبعا معلقة عسل نحل كده، باخده منهم عشان لو احتجته للحلويات. هحط بقى معلقة، وطبعا حطيت معلقة العسل. هحط بقى نص كوباية سمنة بلدي، وطبعا هنا في الصينية عملتها سمنة في الجوانب وفي الأرضية. هسقسقها بس مش هعجن، هلفها كده، وبعد كده هنزل بكوباية اللبن. يا جمالها والله، ريحتها جميلة. انا بلفها بس تبقى كلها بالسمنة اهيت مرملة. احط بقى عليها كوباية اللبن، وبرضه هلفها مش هعجنها اهيت. شايفين مش معجونة يعني، يا دوب بس لفتها كده اهو. وهنزل بقى بالصينية. حطيتها في الصينية وبنزلها كذا مرة كده على الرخامة، عشان لو في اي هوا يطلع. هتعصي ايدك بقى شوية مية وتمشي عليها كده. شربات البسبوسة بيبقى سخن، انا مستنية ادخلها في الفرن، واقوم عاملة الشربات بتاعها. اتبقى سمنة بلدي هحطها على الوش طبعا. قلتلكوا بقى شربات 2 سكر و3 مية، وهنبقى لما يغلي كده ننزل بالفانيليا والليمونة. هروح بقى احط البسبوسة في الفرن واجي اولع عليها. يلا بينا نحط فلفل اسمر وملح وكمون والليمونة. الفرن بتاعنا سايباه يسخن، هروح بقى اودي الصينية في الفرن. ودينا بقى الصينية في الفرن الغاز كده، نعلق على الشربات ونغسل المواعين بتاعة البسبوسة. ودي النابت بتاعنا لقيته استوى. لو هم كلوه والله لا اجيب الفول اشتريه ناشف وانبته هنا، لانه سهل عمايله اصلا في البيت يعني. كنا زمان واحنا في المدارس بننبته زي الحلبة كده ما بننبتها في الاعياد. متنسوناش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، واختاروا الكل عشان يوصلك كل ما هو جديد. يا رب قناتنا تكبر بفضل ربنا ثم بيكم. ومتنسوناش بتعوة حلوة ولكم بيها بالمثل. وهنا الشربات بتاعنا نعلق عليه بقى عشان يغلى كده، عشان البسبوسة بيغلى غلوة واحدة وتدفع عليه. وقبل ما انزل بالفانيليا والليمون هشيل الريم ده، انا مش عاوزاه. بشيل ورقة الفرن عشان احط واحدة تانية، ورقة اللي هو البوتاجاز، ورقة الوش كده. هشيل بقى الريم ده وانزل بقى بالعصرة ليمونة وفانيليا. نضفته خالص اهوت وشلت الريم حطيته في الحوض. يعني الحاجات البسيطة دي مش عارفة اشيلها. هعصر بقى ليمونة، نص ليمونة، واللهم صل على النبي، وانزل كيس الفانيليا عليه غلوة واحدة كده وندفع عليه. ريم تاني هنشيل الريم بتاعه ده خالص عشان يبقى طعم البسبوسة حلو. شربات البسبوسة ولا تقيل ولا خفيف، هو بيبقى حلو كده غلوة واحدة ويدوب تقومي طافية عليه. عشان بقى الريم اللي عليه وطفوت عليه خالص كده، واروح ابص بقى للبسبوسة في الفرن. مشغلة اللي هي الشواية من تحت، ولما تصفر من الجوانب هقوم مولعة من فوق كده عليه. جبت بقى البسبوسة من الفرن، قلتلكوا الشربات سخنة وهي سخنة كده. هنزل بقى بالشربات، لما تشربوا كلها تعرفوا ان البسبوسة كده صح. والله في ساعتها شربته ما شاء الله. دي كانت هنا مكانها سمنة زبدة تقيلة، والجوانب برضو احمرت قوي مننا، لان بقت اروح واجي. والحمد لله ربنا يبارك لنا في، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. هنغطيها بقى ونسيبها تبرد كده. ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وانزلوا فعلوا زر الجرس، وانزلوا تحت في التعليقات صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يا رب قناتنا تكبر بفضل ربنا ثم بيكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة عائلة المروج. هحط له طماطمتين لاني كنت نسيت. بتقولي الغدا ايه النهارده؟ يا دوب بس لسه بقول لها نابت، قالت لي لا يا حبيبتي انا مش هاكل.
كنت اقول لها طلع لك سردينه من الفريزر. هنا بقى حطيت معلقه سمنه للرز كده وهسخنه، هو ده كان موجود عندي. وربنا يهديها وتاكل وتحب طعمه وتاكل. متنسوناش باللايك وتفعيل زر الجرس واختار الكل عشان يوصلك كل ما هو جديد، وانزلي تحت في التعليقات صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. رجعنا لكم تاني لان كنا نسينا الطماطم، ما تنسوش انتوا بقى اللايكات.